هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فراخ كنتاكي بيتي مقرمشه وذهبيه زي المطاعم واحلى كمان. سر التتبيله والطعم الاصلي هقولكم عليه خطوه بخطوه عشان تنجح معاكم من اول مره. اول حاجه هنبدا فيها وهي تتبيله: معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بهارات فراخ، معلقه صغيره كاري، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره مرقه دجاج فوري، معلقه صغيره توم باودر. وهنقلب ده كله مع بعض. هنصفي الفراخ كويس جدا وهننزل بيها في التتبيله. وهننزل بكوباية من الدقيق، وهننزل بالبهارات: بابريكا معلقة صغيرة، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة بهارات فراخ. وهنقلب ده كله مع بعض. هنبدأ نحط الفراخ في الدقيق زي ما انتوا شايفين. هنفضل نقلب في الفراخ من 8 ل 10 مرات. وبعد كده هننزل بالفراخ على المية الساقعة ونرجعها في الدقيق تاني. وهنحط الفراخ في المصفى وهنعمل الحركة دي زي ما انتوا شايفينها من 7 ل 10 مرات. لحد ما تبقى معانا بالشكل ده. وجينا الوقت القرمشة، ننزل بالفراخ في الزيت ونخليها تتحمر. على كل مرة بتاخد من 12 ل 14 دقيقة، ونخليها تتحمر براحتها على نار وسط. واهم حاجة الزيت يكون مغطي الفراخ زي ما انتوا شايفين.
وكده فراخ الكنتاكي جاهزة بأحلى طعم وأحلى قرمشة، مش هتحتاجوا تشتروها من بره تاني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. باي باي يا حلوين.